كان في ست زي القمر عايزة تتغير، تغيير اللي يطلع من القلب، مش بس شكلها الخارجي. كانت عايزة تبقى أحسن من كل حاجة، أقوى، متزنة، علاقتها بربنا أحسن، عايزة تصحى بدري، تنظم يومها بالمسطرة، تبقى منظمة، تحفظ قرآن، تقرأ كتب، تنجح في شغلها، تنجح في بيتها. عندها قائمة من الأمنيات طويلة وكتيرة وكبيرة جدا، وده حسسها بتقل في قلبها من الحمل التقيل ده. عايزة تعمل كل حاجة في نفس الوقت، وعايزة كل حاجة تبقى بيرفكت في نفس الوقت. فلما الحماس اشتعل عندها اندفعت بقوة وعملت جدول صارم بالدقيقة، حفظت كل القواعد الإنتاجية اللي شافتها على الإنترنت، حطت أهداف واضحة، علقتها جنب سريرها عشان أول لما تصحى تبتدي بيها. وعايزة تبقى سوبر ماما، هتظبط علاقتها بربنا وبعيالها وبالبيت وبنفسها وبصحتها وبكل حاجة. الصدمة بقى جت في تاني أسبوع، وده طبعا كلنا عارفينه وكلنا مرنا بيه. التعب، الملل، خلاص مش قادرة تعمل كل حاجة في نفس الوقت، بتعمل حاجة أو حاجتين وما تقدرش تكمل، فده كان بيسيبها بالإحباط كل يوم. لما وصلت للأسبوع التاني هي خلاص مش قادرة تعمل ولا أي حاجة خالص خالص، ولا حتى المهام اليومية البسيطة. بقت بتقضي يومها في حالة توتر وخناق وزعيق، بتحاول تخلص اللي وراها بسرعة، بتعمل الأكل بسرعة عشان تلحق صلاتها، بتزعق في الولاد عشان الضغط اللي عليها، بتتخانق معاهم عشان هي في دماغها 5000 حاجة عايزة تعملها ومش عارفة تعملها. لغاية ما في الآخر انهارت. أنا مش قادرة أتغير. صوت جلد الذات جواها كان عالي: انت عمرك ما هتنجحي، انت رجعتي أسوأ من الأول، انت دايما بترجعي. كل ما كانت بتحاول تاخد نفس وترحم نفسها شوية، كان الصوت اللي جواها بيطاردها من غير رحمة. كلنا مرينا باللحظات دي، وانا اولكم. بنتعلق ما بين شدة الطموح والحماس واللي احنا عايزين نعمله مع قلة حيلتنا وجلد الذات اللي بيوقعنا، ومبقاش عارفين نعمل اي حاجة خالص. في النقطة دي هي نسيت ان هي تحب نفسها، نسيت ان هي تحاول بخطوات صغيرة. هي نطت نطة كبيرة وعايزة تعمل خطوات كبيرة ضخمة في وقت قصير، من غير ما ترحم نفسها، من غير ما تكون صادقة مع نفسها، من غير ما تكون عارفة ايه هي قدراتها، عارفة ايه اللي تقدر تعمله وايه اللي تقدر تأجله وايه اللي ممكن تديه لحد تاني يعمله. فاحنا يا بنات مش مطلوب مننا اننا نكون كاملين، مش مطلوب مننا ان احنا نكون مثاليين عشان نرضي ربنا او عشان الناس تسقف لنا. كل اللي مطلوب مننا ان احنا نكون صادقين في النية وفي المحاولة، والصدق ده معناه اننا نحب نفسنا واحنا بنتغير، واحنا بنقع وبنقوم، واحنا بنمشي في طريقنا وبنسعى للي احنا نلاقي نفسنا، وان احنا نحب نفسنا، وان احنا نتغير وننجز ونحقق كل احلام. فبعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حماس البدايات اللي بيخلي عندك شغف انك تشتغلي وتنجزي وتهدي الدنيا، في الفيديو ده هنتكلم ازاي اتغير واسعى للاحسن من غير ما احط لوم على نفسي زيادة، من غير ما اضغط نفسي، من غير ما احس ان التغيير ده بيضغطني. عايزين نبتدي السنة الجديدة بروح جديدة، بحماس جديد، بتغييرات فعلا حقيقية نشوف نتيجتها قدام عينينا. لما بنتغير من جوه هو ده التغيير الحقيقي، وهو ده بقى اللي بيظهر علينا من بره. يلا بينا على الفيديو. بس الاول، هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الانوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازاي نوصل للتوازن في حياتنا؟ ازاي نشتغل من غير ما نتعب نفسنا؟ ازاي يبقى عندنا توازن ما بين ان احنا عايزين نحقق حاجات، وما بين ان احنا نبقى راضيين، وما بين ان احنا نبقى مستوعبين طاقتنا وقدراتنا والحاجات اللي احنا نقدر نعملها، وازاي نمشي بالراحة عشان نحقق كل اللي نفسنا فيه. عندنا الميزان السحري. الميزان السحري ده اللي بيحصل فيه التوازن ما بين الرضا والطموح. الطموح لوحده حلو بس ساعات بيبقى قاتل، لانه بتبقي عايزة تشتغلي وتعملي وتنجزي من غير توقف، وده مش بيراعي ابدا طاقتك، مش بيراعي مجهودك، مش بيراعي وقتك. وكمان الرضا لوحده
ممكن يطفيكي، ممكن تقولي خلاص ما انا راضيه باللي انا فيه ده، ما تقعدي وتسكتي بقى، ويخليكي تبقي قاعده وساكته وما بتنجزيش في اي حاجه، وبتقولي انا راضيه باللي انا فيه وخلاص. مش مهم اتغير للاحسن، مش مهم يبقى معايا مثلا فلوس اكتر، مش مهم احقق هدفي، انا راضيه ومبسوطه باللي انا فيه، وتلاقيكي ايه قعدتي ساكته كده وما بتعمليش اي حاجه. لكن لما بنحطهم في الميزان ونعمل توازن ما بينهم كده، الرحله بتبقى منجزه وممتعه. الرضا مش معناه ان انتي تكسلي وتفضلي مكانك، لا، معناه اننا نحب نفسنا ونقدرها واحنا بنحاول نتغير. نقدر الانجازات الصغيرة اللي احنا عملناها ونفتخر بيها ونفرح بيها، عشان نعمل انجازات تانية اكبر واكبر واكتر. تخيلي التغيير ده زي ما يكون شجرة انتي بتزرعيها، والطموح هو اللي خلاكي تغرزي البذرة دي وتسقيها كل يوم باهتمام ومتابعة وحب. الرضا بقى هو اللي هيخليكي صبورة ومطمنة، هيخليكي متأكدة ان بإذن الله الثمرة دي هتطلع حتى لو اتأخرت شوية. الرضا هو اللي بيفكرك ان الجذور بتنمو في الخفاء قبل ما الأغصان والأوراق تظهر والثمار تنضج. انتي مش بتزرعي عبث، انتي بتبني دلوقتي نفسك ثابتة، مش هتقدر توقعها اي ريح او اي كلمة تهزها. هي بتنضج ببطء، بتنمو بالراحة، فما تستعجليش الحصاد، وافرحي بكل تقدم صغير بتعمليه في روحك وبنفسك. ازاي نخلي الطموح والرضا دول يشتغلوا مع بعض؟ لو اعتمدتي على الطموح لوحده هتعيشي في وهم المثالية، وطبعا ده مش هيحصل، انك عمرك ما هتبقي مثالية ولا عمرك هتبقي كاملة، فالشعور ده هيؤدي الى احساس بالذنب الدائم. لكن لما تضيفي الرضا والطموح مع بعض هتعرفي ان انتي بشر، وان السعي هو ده الاساس، وانك مرة تعملي الحاجة ومرة تبقي تعبانة ما تقدريش تعمليها. لما تطمحي مثلا انك تغيري شكل حياتك، تبني اهداف جديدة، تنظمي بيتك مثلا، هتنظمي يوم اتنين هتتعبي مش هتقدري هتقفي. الفكرة كلها ان احنا نبدأ بتدريجات وحاجات بسيطة صغيرة، مش مع اول تعثر تقعي فيه ده هيخليكي تبطلي. لو قررتي مثلا انت تفتحي مشروع، او ان انت تعملي قناة على اليوتيوب، او ان انت تخسي، ان انت تعملي نظام غذائي، تمام، بتستمري مرة اتنين بعد كده تعكي فبتوقفي. كلنا بنعمل كده، كلنا وانا اولكم. فهي دي بقى النقطة، بتحسي ان انتي مش كفاية، طب ما خلاص هسيب بقى الموضوع ده كله من اوله، ما انا اصلا مش نافعة. فهي دي المشكلة. لكن انك ترضي بالخطوات الصغيرة اللي انتي بتعمليها، انك تطبطبي على نفسك وتقولي لا انا ماشية كويس، انا وقعت النهاردة، عكيت النهاردة، ما نضفتش النهاردة، ما اشتغلتش النهاردة في المشروع اللي انا عايزة اعمله، بس ده مؤقت، بكرة هكمل، او الساعة الجاية دي هكمل، الوجبة الجاية هلتزم، هقعد اشتغل دلوقتي لو ما اشتغلتش الصبح، بس هقعد اشتغل دلوقتي، وهكذا. طول ما انت بتحاولي بصدق وبتطبطبي على نفسك وانت ماشية في الطريق، هتمشي بخطوات هادية وثابتة، وهتستمتعي بالرحلة، مش جلد ذات وخلاص. التوازن مش معناه ان انت توقفي الحماس اللي عندك وتمشي كده بالراحة وعلى مهل، لا، انت اعملي دمج ما بين الاتنين، واسألي نفسك دايما هل الطموح ده طالع من رغبة صادقة جوايا اني عايزة اكون احسن، ولا ده ضغط من المقارنة اللي انا بشوفها حواليا على السوشيال ميديا؟ هل اللي انا بطمح ليه ده بيقربني من نفسي وحقيقتي والحاجة اللي انا نفسي اعملها بجد، ولا بجري ورا صورة مثالية ما تشبهنيش ومش الحاجة اللي انا عايزة اوصل لها ومش هدفي ومش طموحي، انا بس لقيت الناس كلها بتعمل كده فانا هعمل زيهم؟ لازم تجاوبي على السؤالين دول الاول كويس قوي. احتفلي باي تقدم صغير عملتيه، لو قعدتي ربع ساعة في يومك اشتغلتي فيها كويس، لو نظمتي مثلا الدرج ده مثلا في البيت احتفلي ان انت عملتيه وطبقتيه وخليكي فخورة بنفسك، لو لعبتي 10 دقايق رياضة مثلا انبسطي بنفسك، بدأتي بخطوة صغيرة في الهدف الكبير اللي انت عايزة توصلي له. واسمحي لنفسك بالراحة من غير مش شعور بالذنب. لو انت يوم فعلا تعبانة ومش قادرة ريحي، ما تجلديش نفسك، عادي ريحي النهاردة وابدأي تاني بكرة. عادي ان اليوم يبقى عادي، عادي ان اليوم ما يبقاش في حاجات كبيرة، ما يبقاش في انجازات عظيمة، مش مهم. لو تعبانة جسمك مش قادر، دماغك مش قادرة، اعملي حاجات بسيطة قوي واحتفلي بيها. قولي انا رغم ان انا كنت تعبانة انما قريت صفحة في كتاب، رغم ان انا كنت تعبانة قدرت اعمل شوية مكرونة وبانيه للعيال،
لمعت الحتة دي. يعني عادي عادي ان انتي ما تعمليش انجازات رهيبة في اليوم، عادي. اليوم العادي ده بتفاصيله مش وقت ضايع، ده في حد ذاته راحة ليكي ولعقلك ولجسمك عشان تقدري تكملي ويرجع الحماس والشغف يشتغل معاكي تاني وتنجزي تاني. المهم ان انتي ما توقفيش، ان انتي ما تبطليش. تعالوا بقى نشوف خطة تطوير بدون جلد ذات. عشان تتطوري صح لازم تبدأي من مكان واحد بس، ولازم تعرفي ان النقص مش عدوك، وهو مش عيب ولا فشل. النقص هو بذرة اللي بتطلع منها التطور، هو إشارة إن روحك لسه حية وعايزة الخير. الصراع بيبدأ لما بتشوفي إن النقص ده على إنه وصمة عار، بدل ما تشوفيه فرصة عشان تقولي لنفسك أنا هتعلم وهتحسن ببطء وثبات. بتحسي بقى بالذنب وجلد الذات والعار. كلنا عندنا حاجات مش كاملة، دي بنطورها مش بنجلد ذاتنا عليها. بنذاكر وبنعمل عشان نبقى أحسن. اعرفي طاقتك، الشغف حلو والحماس جميل في الأول، بس بعد كده طاقتك بتقل، فلازم تحطي حد أدنى للحاجة اللي انت عايزة تعمليها دي في يومك. زي ما قلتلكوا 10 دقايق رياضة، صفحة كتاب، أي حاجة بسيطة جدا. النوافل، هصلي ركعتين المغرب، قدرت اصلي ركعتين العشاء صليتهم، وهكذا. خلي التطور نابع من انك قابلة وحابة نفسك دلوقتي، مش انك رفضاها وعايزة تهربي منها وعايزة تتغيري تغيير جذري. القبول مش معناه انك توقفي عن التحسين وتقولي ما انا عاجبني نفسي وانا راضية بنفسي وفخورة بنفسي ومش هتغير، لا. معناه ان انت هتتغيري بالراحة. انت عشان بتحبي نفسك عايزاها احسن، عايزاها اقوى، عايزاها قريبة من ربنا اكتر، عايزاها انضج. انت عشان كده بتتغيري، عشان انت حابة نفسك وقبلها بتحاولي تطوريها بخطوات بسيطة كل يوم. ما تقيسيش نجاحك بالنتائج، قيسيه بالسعي. ان ليس للانسان الا ما سعى. ربنا اصلا مش بيحاسبنا على النتيجة، بيحاسبنا على سعينا. انت سعيتي وعملتي اللي عليكي، التوفيق بقى ده بتاع ربنا. نجحتي ما نجحتيش دي بتاعت ربنا، اتوفقتي ما توفقتيش دي بتاعت ربنا. ولو ربنا ما وفقكيش فده الخير ليكي. لازم تعرفي كده، لازم تؤمني بكده، ان حتى التوفيق ده لو ما وصلتلوش فدي اكيد حاجة خير ليكي، وده اكيد حاجة كويسة عشانك. فما تربطيش نجاحك خالص بالنتيجة. طالما انت ماشية في طريقك فانت كده ناجحة. طالما انت بتعملي اللي عليكي وبتعملي الخطوات اللي المطلوبة منك يبقى انت كده ناجحة. لما تحسي بالفشل وان انت واقعة، لما توقفي، انك توقفي عن طريقك وتوقفي عن انت تنجزي وتمشي في طريقك وتمشي في هدفك، فده معناه ان انت كده فشلتي. لكن طول ما انت مستمرية حتى لو النتيجة مش مرضية بالنسبة لك فانت كده ناجحة وانت كده منجزة. خدي فترة من وقت للتاني راجعي فيها النتائج اللي انت وصلت لها، مش عشان تلومي نفسك ولا عشان تقولي لا انا ما حققتش وانا عملتش وكده، لا، عشان تفهمي انا ماشيه في الطريق ده، طب في طريق تاني هو صح برضو بس باسلوب تاني بطريقه تانية. نغير الخطه مش نغير الهدف. ما ممكن تكون الخطه اللي انا ماشيه عليها دي مش حلوه، محتاجه حاجه تانية تساعدني اكتر، محتاجه تانية حاجه تتماشى مع اسلوب حياتي اكتر. فنعمل مراجعه كل فتره عشان نغير الخطة مش نغير الهدف الكبير. خلي تغييرك يكون وسيلة عشان تبقي أصدق، أقرب لربنا، أقرب لنفسك، نسخة أحسن منك، مش عشان تكوني نسخة من حد تاني. انتي مش فاشلة، انتي بس لسه ما وصلتيش للطريقة اللي انتي المفروض تعيشي بيها، للخطة والأسلوب الكويس ليكي. انتي في مرحلة تأهيل وتشكيل، فلازم نمشي بالراحة وبخطوات بسيطة وهادية، وهتوصلي للي انتي نفسك فيه وان انتي بتطمحي له بإذن الله. من أعمق مظاهر النضج ان انتي تحاولي من غير ما تقللي من نفسك، ان انتي تتحمسي وتنجزي وتحققي من غير ما ترهقي روحك بالمقارنة وجلد الذات، وان انتي ما انجزتيش وان انتي ما عملتيش. اني اتحمس بدون ما ارهق روحي بالمقارنة وجلد الذات. في الحياة احنا مش مطلوب مننا ان احنا نكون كاملين، مطلوب مننا ان احنا نكون صادقين، اننا نحب نفسنا واحنا بنتغير. الطموح بيشعل الشمعة والرضا بيخليها منورة دايما. افتكري ان الرفق مش ضعف، وان التوقف احيانا مش فشل، هو بس محطة عشان ترجعي اقوى من الاول. ثقي ان انتي مش لوحدك، ان ربنا معاكي، وان انتي مش عليكي اي حاجة
غير السعي. امشي خطوات صغيرة ثابتة هتحققي كل اللي انتي نفسك فيه بإذن الله. وبس كده، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتبعتوا الفيديو ده لكل بنت وست محتاجة ان هي تسمع الكلام ده، وصحابكم وحبايبكم. وعايزين نتغير ونبقى نسخة احسن من نفسنا قبل السنة الجديدة. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.